السلام عليكم. ازيكم؟ فرح كبير قوي 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 في اسرائيل وضجه اعلاميه. الاعلام قام ما قعدش. ليه؟ علشان تحرير الاسرى. زي ما حضرتك سمعت، تحرير الاسرى. وهم بعد 5 شهور من الحرب حرروا اسيرين. فده انجاز كبير جدا عمله نتنياهو، ونتنياهو نزل في الشارع وتصور مع الجنود اللي قاموا بالعمليه. النصر الكبير جدا اللي موجود دلوقتي في جيش اسرائيل، واللي بتحتفل بيه اسرائيل، واللي بيحتفل بيه الجيش عشان الاتنين الأسرى اللي حررهم امبارح. أصل الحكاية بتبدأ من إعلان أعلنته إسرائيل إنها حررت 2 أسرى من الأسرى اللي موجودين لدى حماس. أصل الحكاية بتقول إن في 2 من الأسرى كانوا موجودين عند مدنيين، مش في إيد حماس ولا في إيد كتائب القسام ولا في إيد أي جهة مسلحة من ناحية فلسطين. الاتنين دول كانوا موجودين في عمارة سكنية لدى عائلة أو ناس مدنيين من مدنيين حماس. هما كانوا موجودين في رفح. العمارة السكنية دي إسرائيل بتقول إن كانوا محتجزين عند حماس، وتم تبادل إطلاق النار. والإعلام الإسرائيلي بيوصف بإن اللي حصل لتحرير الأسرى دول قامت بيها مجموعة من الجيش، ورووا الرواية كالآتي: قالوا إن هما بعد المعلومات المخابراتية تمكنوا من وجود الأسرى دول في هذا العقار، وتمت مهاجمة المكان. تبادلوا الأول إطلاق النار مع مسلحين حوالين المكان أو حوالين العمارة السكنية دي في أماكن سكنية تانية، وبعد كده دخلوا فجروا الباب وقدروا إن هم يدخلوا، قتلوا مجموعة من المسلحين وحرروا الرهائن. ولما دخلوا حرروا الرهائن نزلوا بالرهائن بالحبال من على المبنى. الرواية باختصار، دي الرواية باختصار. طيب، مش بنشكك ولا حاجة، بس هو في سؤال هنا بيطرح نفسه. لما انت قدرت انك تأمن المدخل، فجرت الباب وأمنت المداخل بتاعتك بالأفراد بتاعتك، وصلت للرهائن بتاعتك داخل المبنى وقتلت المسلحين اللي كانوا موجودين، لزومه ايه انك تنزل بالحبال بالأسرى؟ الرواية تروت كده، القنوات العبرية رووا الرواية وقالوا ان هم نزلوا بالمحتجزين عن طريق من الشباك، عن طريق الحبال. طيب، هو لزومه ايه لما الموضوع كده؟ لزومه ايه تنزل من الشباك بحبل؟ ما تخرج من نفس الباب، ما انت مأمن. معنى ان انت فجرت الباب ودخلت لحد جوه ان انت مأمن. اي حد ملوش في العمليات دي، او ملوش ولا يعرف حاجه عن القوات المسلحه ولا يعرف حاجه عن الخطط، الف ب، انت امنت المدخل بتاعك ودخلت. لزومه ايه بعد ما تجيب المحتجزين بتاعتك تنزل من الشباك وانت شايل المحتجزين ونازل بحبل؟ ما يعقلش برضه. يبقى ده سؤال احنا مش لاقيين ليه اجابه. رقم 2، اللي حط الخطه دي وقال ان انتوا تهجموا بالمدافع والدبابات بتاعتكم وبصواريخ عن طريق الطياره من فوق، تضرب المكان او تضرب المبنى وانت عارف ان انت ليك اسرى جوه. الف ب كده، انا ليا اسرى في المكان، يبقى لازم اتعامل تعامل خفيف. يعني اضرب مثلا بسحت بنجا كبير قوي آلي اللي هو هقدر انشن بيه، او اقدر اصيب هدف بهدوء علشان اقدر ما اعملش دوشه وادخل أأمن الأسرة بتاعتي وأطلعها. طب ما فكرتش وأنت بتحط الخطة أو بتنفذها إن ممكن الضرب اللي حضرتك ضربته ده كله يصيب الأسرة بتوعك ويموتوا؟ تبقى العملية إيه؟ ما فكرتش في الأسرة بتوعك اللي جوه؟ فهو الموضوع يعني عليه شوية ضبابية شوية، مش بنشكك، لكن أسئلة بتطرح نفسها. تمام؟ طيب، الشبورة دي من وجهة نظري، ومش معلومة ولا مصدر ولا انا ما بقولش معلومه، انا بقول من وجهه نظري. تمام؟ الشبوره اللي اتعملت دي كلها ما هو الا اختلاق سبب لدخول رفح. ليه؟ علشان اقول شفتوا انا لما دخلت رفح وعملت فيها عمليه سريعه حررت 2 من الاسرى، فده سبب يخليني ادخل رفح. وده على فكره اللي حصل ده غير راي ناس كتير كانوا رافضين دخول رفح، منهم ناس في اسرائيل نفسها. وزير الدفاع كان رافض، رئيس اركان الجيش الاسرائيلي كان رافض. فالعمليه دي غيرت اراء ناس كتير حوالين الهجوم على رفح. جو بايدن نفسه كان رافض، دلوقتي قال لك طيب احنا ممكن نوافق لدخول رفح، بس الجيش الاسرائيلي يقدم لنا خطه بما فيها ان هو يحافظ على ارواح المدنيين. طب ايه؟ ما انت كده بتقول له ادخل. الحدث
هو بيقدر يبلور الحدث في الوقت اللي هو عايزه. بمعنى ان الحدث بتاع تحرير الاسرى ده وقته، ده وقته. ليه؟ شفتوا لما دخلت رفح ايه اللي حصل؟ لسه يا دوب بادئين في رفح وعملت عمليه حررت ليكوا 2 اسرى. طب يا عم ده انت فاضل لك 134. ما هو لو هتمشي بالنمط بتاعك يا نتنياهو كل 5 شهور هتحرر 2، انت قدامك قد ايه؟ الحاجه بقى اللي كنا بنقول عليها تمام ان هو ضارب كل العالم بعرض الحائط وهو متجه للي هو عايزه. ايه الحاجه اللي كنا بنقول عليها؟ كنا بنقول موضوع الحدود وسيناء هيصدر للعالم كله منهم الداخل الاسرائيلي. شفتوا بقى يا جماعه انا كان عندي حق، انا كنت متاكد ان الاسرى موجودين في رفح بدليل ان انا حررت منهم 2، ولما دخلنا هربوا لسيناء. عايز تقضي على القضيه الفلسطينيه باي طريقه. يا جماعه هدف نتنياهو ولا هو تحرير الاسرى ولا القضاء على يحيى الصنوار؟ هدف نتنياهو الاول والاخير انه ما يخليش ولا فرد في فلسطين كلها، سواء في غزه سواء في خان يونس سواء في رفح. فالموضوع باختصار زي ما اتعودنا، اصل الحكايه هي كذب نتنياهو اولا على شعبه، لانه عارف ان هو بمجرد انتهاء الحرب هو هيتحاكم ومش هيبقى له لازمه بعد كده وهيترمي في السجون. ده اللي عايزين نقوله. شكرا، السلام عليكم.